لو عايزة تاكلي قطعة لحمة دايبة دوب يبقى لازم تجربي طاجن اللحمة ببصل ومعاه صينية رز معمرة. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والورد والياسمين، يومكم مشرق بنور الله. يلا بينا نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا مقطعة اللحمة بتاعتنا مكعبات صغيرة خالص، وفرمة البصل، وحطيت طاسة وسبتها تسخن. حطيت معلقة سمنة ومعلقة زيت، ورقتين لوري وعود قرفة وتلات حبهان، تلات حبايات حبهان، شوية من الفلفل الأسود، شوية من الكمون. أول الزيت ما يسخن معايا قطعتين كده من الدهن، ومعايا اللحمة بتاعتنا نص كيلو كده قطعته تقطيعة صغيرة، يعني أنا هتشوحه وانزل بيه بالبصل على طول علشان يستوي منه فيه. يعني لازم قطعة اللحمة بتاعتك تكون صغيرة علشان تستوي وتاخد راحتها. المهم هنا انا معايا اللحمة بفردها كده وبسيبها تتشوح وتاخد الصدمة واللون بتاعها يتغير، والتوابل بتاعتنا تسخن كده وتطلع النكهة بتاعتها للحمة. في نفس الوقت لازم تقطعي كده طماطمتين اتنين تقطيعة كده صغيرة زي تقطيعة السلطة أو أصغر كمان، وقرن شطة على حسب الرغبة. أما البصل بيكون فرم كده متوسط، لا هو خشن أوي ولا هو ناعم أوي، هو كده كده هيتكرمل مع اللحمة بتاعتنا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. طريقة اللحمة دي ما شاء الله اللهم بارك. المهم هنا خلاص اللحمة بتاعتنا كانت اتشوحت زي ما انتم شايفين على نار عالية، ولازم نقلب كده تقليب مستمر علشان كل قطعة كده تكون مظبوطة معانا. أول اللون بقى بتاعها ما يكون بني كده وتغير، واتأكدنا ان كل قطعة بتاعتها كده دايبة دوب، يعني كده أخدت ربع من السوا. في الوقت ده هننزل معايا بالبصل بتاعنا. البصل بتاعنا ده تحطي له ذرة ملح علشان ما يصننش منك، أو تفرميه على الاستخدام مباشر. أنا عشان حضرته عشان التصوير فحطيت له ذرة بسيطة من الملح. هنشوح بقى معانا اللحمة كده وننزل بالبصل على طول. في الوقت ده هننزل بالبصل ونخلي النار بتاعتنا عالية علشان البصل بتاعنا ما ينزلش المية. عايزين الأول يتشوح مع اللحمة واللون بتاعه يتغير، يقلب كده اللون البني أو يكرمل، وبعد كده هنهدي النار لما اللون البصل بتاعنا يتغير تماما. جربوا طريقة اللحمة دي هتعجبكم. الطريقة دي سهلة وبسيطة، وكمان تقدروا تاكلوه بالعيش أو بالرز أو رز بشعرية أو بالرز بالقرفة، والطاجن ده طعمه خطير فظيع. اللهم بارك. يعني لو انتي عندك قطعة لحمة صغيرة عايزة تضيفي كمان اي نوع خضار معاه ممكن تضيفي، بس انا حبيت كده ان انا استكفى باللي هو يكون لحمة بصل. بعد كده نزلت معايا بابريكا وكمون والفلفل اسود، وكمان ذرة بسيطة من الملح. الملح بتاعنا كده يعني بقى مظبوط. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حد بقى هيقول لي طب اللحمة تستوي كده مع تشويح البصل؟ لا طبعا، احنا هنخلي اللحمة كده تتطعم بالبصل وتتشوح لحد لون البصل كده ما يكون بني كده ويكرمل خالص. طب ايه اللي هيسوي معانا اللحمة؟ لازم تغلي مية جنب منك. المهم كده انا غطيت اللحمة وهديت النار خليتها وسط، وسبتها كده مع البخار، غطيتها بالسلوفان. هنا حطيت بقى اللبن يغلي، وغسلت الرز بتاعنا ونزلت بملح وسكر، وهنا كوباية اللبن كانت هتكب كلها، ولكن الحمد لله لحقت كده ايه اللبن اتكب شوية، بس مفيش مشكلة. المهم ان انا نحط الملح والسكر. حطيت ملح قد ايه؟ حطيت معلقة كبيرة وذرة من السكر. وهناخد اللبن وندخل الرز بتاعنا الفرن، ونرجع نشيك على اللبن اللي اتكب على البوتاجاز على السريع. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على رسولنا الكريم. هنقلب بقى الرز بتاعنا كويس خالص علشان الملح كده يدوب دوب. ولازم الفرن يكون ساخن مسبقا علشان الرز بتاعك ما يشربش اللبن ويبوظ منك. بنحطه على الرف اللي في النص، لو انت فرنك شغال من فوق ومن تحت ياخد الوش بتاعنا، وبعدين ننزله كده في أرضية الفرن علشان نتأكد ان الوش بتاع الرز اتاخد مننا. المهم كده خلاص دخلت الرز، نمسح بقى ايه البوتاجاز بتاعنا، والاكل بتاعنا عايزينه كله يدخل الفرن. فاللحمة بتاعتنا كانت استوت 3/4 سوا، فهنفضيها في برام الأول، وبعد كده ايه ندخلها في الفرن جنب الرز بتاعنا. هنا بقى خلاص اللهم بارك، بس ما ندخلهاش الفرن غير لما نتأكد ان قطعة اللحمة مستوية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص كده مسحنا اللبن، لأن اللبن لو ولعت البوتاجاز تاني وهو محطوط على البوتاجاز هتلاقي اللبن ده قلب معاكي بريحة،
وكمان بوظ كده البوتاجاز معاك. المهم ده المية اللي هنزود بيها اللحمة بتاعتنا، هنديها بقى تشويحة. شايفين البخار بينزل بقى المية بتاعة اللحمة مع البصل كده وتخليها تستوي منه فيه. ولكن احنا عايزين نزود لها ايه البصلاية بتاعتنا. البصلاية بتاعتنا كده مقطعاها تقطيعة صغيرة خالص، وده بتطعم معاكي قطعة اللحمة ببصل. بس مش بنضيفها غير لما نتأكد ان اللحمة استوت 3/4 سوا. خلاص بقى هننزل معايا بالطماطمية كبيرة التقطيعة الصغيرة تطعم معانا زي ما قلت لكم، بس هنوسع لها كده مكان في النص. عايزاها تطرى كده قبل ما تدخل معايا على اللحمة. شايفين؟ طب شامين الريحة؟ اللهم بارك، حاجة كده عظمة. الطريقة دي حلوة وأحسن طريقة للحمة ببصل. ولو حابين تجربوا اللحمة مع الخضار بتكون حلوة، يعني قطعة اللحمة وتلفيها في الفرن دخلها في الفرن، ولكن ده قطعة كده منفصلة لحمة ببصل كده طماطمية دي عشان تطريها معانا. خلاص سبتها كده الأول شوية وبعد كده رجعت تاني قلبتها. لو وصلت معايا الفيديو لحد كده يا ريت تحط اللايك والاشتراك لقناة وفاء خالد علشان يوصلك كل جديد. المهم كده أنا بدعك بالمعلقة بتاعتنا أو لو عندك مغرفة، علشان عايزة أدوب البصل بالطماطم كده نخليهم صوص كده ناعم علشان يكرمل كده ويكون حلو معايا مع قطعة اللحمة. اللهم بارك. في الوقت ده كانت اللحمة خست والبصل خسهم، فعايزين كده حاجة تكون محنطشة كده صغيرة على قدهم. هجيب بقى برام وننجل كل حاجتنا كده مع بعضها في البرام علشان خاطر ايه، لما تكون الحاجة مظبوطة على حجمها بتستوى، بتكون طعمها حلو وبتستوي بسرعة. يعني شايفة ان بقت خلاص الصينية بتاعتنا واسعة على قطعة اللحمة والبصل، فعايزاها ان هي تكون ملمومة كده، البخار يكون ملموم في حاجة تكون عالية كده. التشويح بتاعنا بقى 10/10. هندخله بقى في برام ونحطه في الفرن ونزود ربع كوباية بربع كوباية مية، برام فخار أو برام ألمونيا. المهم إن احنا ندخلها الفرن. في الوقت ده الرز بتاعنا كان خلاص استوي، هنحط له السمنة بتاعته والزيت وندخل كمان معايا اللحمة ببصل جنب منه. بس أهم حاجة نحط حامل كده في أرضية الفرن عشان نحمي اللحمة بتاعتنا، لأن اللحمة بتاعتنا هتمتص المية بسرعة وتستوي منه فيه. خلاص بقى نغطي الرز بتاعنا كمان علشان وشه كمان اللهم بارك شكله كده حلو، فنحافظ على الوش بتاعه. حطيت بقى اللحمة ونغطي بقى ايه، نغطي الرز ونقفل الفرن ونشوف بقى ايه البوتاجاز بتاعنا. وكده كان الفيديو بتاعنا يكون خلص. شايفين قطعة اللحمة دايبة دوب. سيبكم في رعاية الله.